السلام عليكم، مرحبا بكم عندي. واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير يا رب. اليامات هذوما تاع السخانه اكيد، وبعد رمضان والتعب تاع رمضان والعياد تاع رمضان والعيد رانا نخمو نديرو غير الحاجات الخفيفه. اليوم جبت لكم الوصفه تاع البيتزا المعتمده عندي، بيتزا خفيفه بزاف. راح تقدري ديريها في فرن عادي. على بالكم نعرفوا باللي البيتزا تاع المحلات ولا البيتزا الاصليه تندار في فرن خاص لدرجه الحراره تاعو تكون قويه جدا، يعني يكون فرنو سخون. هذه العجينه اللي راح نديروها مع بعض، هذه الوصفه راح تحصلي على بيتزا هايله بزاف في الفرن تاعك. هنايا راح نبداو نديرو لاصوص تاعنا، صوص بزاف بنينه. هنا نسخن شويه تاع الزيت. هنا الخضر اللي عندي طماطم، عندي نص حبه تاع بصل، وعندي فلفل، وعندي 2 سنينات تاع الثوم. هنا راح نقطعهم، ما رانيش حنقطعهم صغار بزاف، فريمون نقطعهم يعني حجم عادي، باسكو كي راح يطيبوا لي راح نعاود نميكسيهم باش نخدم لاصوص تاعي النهائيه. هذه البيتزا العجينه تاعها تجي بزاف هايله، ما تجيش ناشفه. تقدري طيبيها في الفوغ تاعك. وشنو تسخني الفوغ تاعك مليح مليح، يعني تسخنيه وقت مليح قبل ما تدخليها. ولاصوص تاعها توجور اللي نخدمها انا هذه بزاف بنينه وعلى اصولها. بيتزا بحجم عائلي، هذا واش راح نديرو اليوم. راح نطيبها في سنيوه كبيره على مره. هنايا الخضر تاعي راح نعطيهم تقليه خفيفه، ما رانيش راح نطيبهم بزاف، نعطيهم تقليه خفيفه. ومن بعد نزيد لهم لي زيبيس تاعي. نحاولوا كي نقليو الخضره تاعنا ما نحرقوش ولا نحمروا بزاف البصل والثوم. علاش؟ باسكو من بعدك راح يعطيني نكهه قاسيه ولا قاصحه بزاف لاصوص تاعي. واذا تحرق لك يعني شويه فوق الزياده راح اللون تاع لاصوص يتبدل ويروح للاسود ويعطي جو ماشي مليح نهائيا في البيتزا. هنايا راح نبدا نضيف لي زيبيس. عندي زعتره، وعندي شويه تاع النعناع المجفف، وقبلها هنا حطيت ملعقه صغيره تاع الطماطم مصبره. نديرو غير شويه باش ما تجيناش قاصحه، يعني لو غو تاع لا طوماط كونسونطري نعرفوا باللي قاصح. نديرو غير شويه يعني على جال اللون. ونزيدو الملح تاعنا، الملح شويه كذلك لانه البيتزا العجينه ديجا راح نديرو فيها الملح. نخلطهم شويه، ما نحرقوش لي زيبيس تاعنا، غير شويه هكا يعني ضربه خفيفه قساس ما لا طوماط تاعنا تتقلى شويه باش هنا نضيفوا الماء. هنايا انا ضفت حوالي كاس متوسط. حنخليها تغلي، ماشي طيب نخليها تغلي غير شويه برك، باسكو هي ديجا حتدخل لو فور هكا باش نحافظ على النكهه تاعها. لاصوص ما نخليهاش ثقيله بزاف وما نخليهاش خفيفه بزاف. في المرحله الثانيه هنا نجوزو للعجين. هنا عندي انا كيلو تاع فارينه، نقصت منه واحد 200 غرام هكا يعني شويه. هنا درت مغرف تاع خميره الخبز مع نص ملعقه تقريبا، يعني شويه نقص منها شويه ممسوحه تاع السكر هكا باش تساعدنا على الاختمار. فوالا. وزدنا معاها ملعقه كبيره تاع الحليب، ومن المستحسن تزيدي معاها حبه تاع البيض. انا هنا ما كانش عندي البيض، ما زدتش حبه البيض. ونجيب الماء الدافي تاعي ومخلط فيها الملح، ونزيد ونبدا نطم في العجين تاعي. غير نضيف الماء تاعي غير بالعقل حتى نطم العجين تاعي ويكون يعني طري
طري، يعني جونغ حديري المطلوع. فوالا هكا باش تجيني العجينه تاعي خفيفه، ونحاولوا ما نشمخوهاش بزاف بزاف، ماشي طريه بزاف بزاف وما تقدريش تحكمي فيها ومن بعد. الوغ هنايا راح نزيد ملعقه تقريبا تاع الخل، وراح نزيد شويه تاع زيت الزيتون في الاول، ومن بعد راح نحط العجينه تاعي سور لو بلان دو طرافاي، راح نخدمها مليح سور لو بلان دو طرافاي. راح نخدمها بزيت الزيتون ولا الزيت اللي حبيتي، انا نفضل بزيت الزيتون تعطي جو هايل للعجينه. لازم نخدم العجينه تاعي مليح حتى يعني نتحصل على قوام يكون إلاستيكي. فوالا هنايا راح نرش فارينة على سطح العمل، ونحط العجينه تاعي، نبدا نضيف شويه تاع الزيت ونخدم شويه تاع الزيت ونخدم كاني راني نعمل في تغليف للعجينه بالزيت. ما نكثروش بزاف الزيت، يعني ما نستعملوش بزاف الزيت، لانه اذا خدات العجينه خدات كميه تاع الزيت بزاف راح تنشف لي كي نطيبها، يعني تيبس لي بزاف، تعطيني احمرار قوي وتجيني العجينه تاعي يابسه. يعني نستعمل الزيت في شويه، نعجنها مليح حتى وين نشوف العجينه تاعي باللي ما راهيش تتلصق لي، وباللي القوام تاعها راح يخليني نتحكم فيها كيما نحب، يعني طريه وملسه، ونقدر نفتحها كيما نحب بيدي. مثلا كي تحليها بيدك دركا تشوفوا الطريقه، نشوفوا النتيجه تاع العجينه. كي تحليها بيدك ما راهيش رايحه تتقطع معاك، القوام تاعها طريه متماسكه. هذه هي الصينيه اللي راح نطيب فيها، كبيره، راح تعطيني بيتزا بحجم كبير. هنايا راح نجيب العجينه تاعي بعد ما خمرت لي. على بالكم في الصيف العجينه الله يبارك راهي تطلع، ودوكا يا مات سخانه راهي نص ساعه تكون واجده. هنايا رشيت الفارينه على سطح العمل، نحط العجينه تاعي هكا بلا ما ندخل الفارينه فيها، يعني نخليها ملسه وكيما راهي جديده. طميتها هكذا، راح نجيب لاكوبات تاعي ونقسمها على 2. هنا الكميه تاع الكيلو ناقص 200 غرام ولا ناقص شويه، يعني عملت لي 2 بيتزا بحجم كبير. فوالا هنايا نقطعها، نجيب غولو ونبدا نحل العجينه تاعي بشكل دائري. دركا نوري لكم الطريقه كيفاش العجينه تاعنا
ولا الدائره تاع البيتزا كيفاش تجينا الوسط تاعها يجينا رقيق والاطراف تجينا خشينه، يعني تعطينا هذاك لو بوردو اللي يجي على اطراف العجين. هنا راح نحلها عادي، ما نرققهاش بزاف، نحلها عادي. هنا الفارينه تعاوني، ما نكثرش بزاف الفارينه، نحاول ما نخليهاش تدخل لي العجينه تاعي. فوالا هنايا بعد ما نحل العجينه تاعي دائره كبيره، هنا راح نحمل العجينه بين يديا ونحلها. دوكا نشوفوا الطريقه. فوالا نحملها ونبدا ندور فيها ونكسلها على الاطراف هكا باش نتحصل على جو راني نفتح فيها بيدي او ميم طون راني نفيديها يعني نفرغ فيها في الوسط من العجين وراني نجيبو للاطراف. شوفوا النتيجه تاع العجينه تاعنا، عجينه طريه ما تقطعش، هايله، الاستيك. القوام تاعها يساعدنا بزاف باش نخدموا هذه العمليه. فوالا هكذا نجيب الصينيه تاعي، نكون دهنتها بشويه تاع الزيت، ونحطها بالصينيه تاعي. الله اكبر. هنايا لي بوردو شوفوا لي تحصلنا عليهم. هنا تقدري تعمريهم بالفخوماج. هنا تحصلنا على الوسط تاعها رقيق شويه والاطراف منفخين هكا باش كيطيب لي يجيني الشكل تاع البيتزا تاعي شباب. فوالا هنايا لاصوص تاعي بعد ما ميكسيتها وكامل. شوفوا القوام تاعها. هنا راح ندير لاصوص في العجينه، على العجينه. فوالا هنايا البيتزا تاعي راح نديرها بالطون. هنايا فلفل مقطع صغير. على كل حال الغارنيتور راهي ترجع ليك تما على حسب الكو تاعك. هنايا راح نطيبها الطياب الاول، راح نطيبها واحد تقريبا 70% 80% هكذا باش كيما نقولوا حنا النسبه الاخيره راح نخليها نطيب فيها ولا كي ندير فيها الموتزاريلا تاعي باش تبقى لي طريه وما تنحرقليش وما تيبسليش. هنايا الفوغ تاعي راهو سخون مليح، يعني وجدته يعني قبل ما نبدا الخدمه على سطح العمل، يعني قبل ما نبدا نحل العجينه ديجا راني شعلت الفوغ تاعي وخليته يسخن مليح.
دو بريفيرونس يكون فونتيلي هكا باش تساعدك على باش تطيب لك العجينه تاعك بسرعه، ما تطولش في لو فور وما تيبسلكش. نحاول نطيبها من تحت للذهبي، يعني تحمر لي شويه، ما نخليهاش تطيب بزاف هكا باش ما تيبسليش. كي طيب لي الطياب الاول نخرجها ونعاود وندير الموتزاريلا تاعي. هذه الموتزاريلا اللي نستعملها هايله بزاف، ونضيف حبيبات الزيتون ونعاود نرجعها في الطبق الاول، يعني من الفوق باش تتحمر لي الموتزاريلا تاعي، تذوب وتتحمر ونخرجها. فوالا هنايا فوالا بعد ما خرجتها هنايا رشيت عليها اعشاب عطريه، جات هايله بزاف البيتزا تاعي. نشوفوا هنايا جات خفيفه العجينه من الداخل وما يبستليش العجينه، جات طريه، يعني قرمشه خارجيه وطراوه داخليه. كما قلت لكم ما طيبوهاش بزاف، وما لازمش الفوق تاعك يكون بارد، راح تيبسلك العجينه. سينو العجينه تاعنا يعني اللي خدمناها مناسبه لكل انواع الافران. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ونتلاقاو في وصفه اخرى في روجين داكوك. ما تنساوش تعليقاتكم، لي لايك تاعكم يهموني بزاف. مع السلامه.